في الفيديو ده هرشح لك اهم 7 كتب لازم تقراهم في 2025، والترشيحات دي مش مني لوحدي، دي منكم انتوا كمان، لان انا نزلت اسك على الانستجرام من فتره سالتكم فيه ايه افضل كتاب تقدروا ترشحوه ل 2025، وجالي اجابات كتير، نقيت منهم اهم 7 كتب وجيت عشان اقولهم لك. تخيل تقرا 7 كتب في 2025، يعني بمعدل تقريبا كتاب كل شهرين. قليل مستمر خير من كثير منقطع. وبما ان معرض الكتاب بيكون ميعاده في اخر شهر يناير من كل سنه، فضروري تكون عارف الكتب اللي انت عايز تقراها قبل ميعاد المعرض. عشان كده حضر فنجان القهوه اللذيذ وخلينا نستمتع، بس ما تنساش احنا في القرن ال21، من حق افهمك وحقك تكون فهيم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا فهيم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في حلقه جديده مفضله عندي. وليه مفضله عندي؟ لان انا كمان محتاج اعرف ايه الكتب اللي انا عايز اشتريها الفتره اللي جايه. طبعا محدش فينا مختلف على اهميه القراءه واهميه الكتب وقدر تاثيرها على كل واحد فينا. انت لو طلبت مني ان انا اقول لك حاجه واحده بس اثرت فيا جدا وغيرت حياتي للافضل، هقول لك القراءه. فلو انت تايه اقرا، لو مشتت اقرا، لو مش لاقي نفسك اقرا. اول كلمه نزلت في القران الكريم هي كلمه اقرا، واللي بيحبوا القراءه هيفهموا انا قصدي ايه، لان هم اكتر ناس فاهمه يعني ايه احساس ورق الكتب وريحته الجميله مع فنجان القهوه الصبحيه كده. من اكتر التجارب الممتعه جدا هي القراءه. طب انت قررت انك تقرا، عايز تعرف بقى تقرا ايه؟ خد نفسك معايا ونبدا بالكتاب الاول. الكتاب الاول هو الكتاب اللي انت محتاجه وانا محتاجه وهو محتاجه وكلنا محتاجين. الكتاب مش بيخاطب فئه معينه من الناس، هو بيخاطب كل الفئات، لان هو باختصار بيحاول يخليك تغير عاداتك وتغير الطريقه اللي انت بتعيش بيها يومك والعادات والاسلوب اللي انت بتعيش بيه. بص، باختصار حياتك هي عباره عن مجموعه ايام، والايام بتاعتك دي بتتكون عن طريق بعض الافعال اللي انت بتعملها، والافعال دي لو انت عملتها اكتر من مره ولمده فتره معينه بتتحول لحاجه اسمها عاده. فالعاده هي وحده بناء حياتك كلها باختصار. عاده جنب عاده جنب عاده بيتكون الكاركتر بتاعك او شخصيتك. حلو جدا. عشان كده لو انت عايز تغير شخصيتك فانت لازم تغير العادات بتاعتك والحاجات اللي انت بتعملها على مدار اليوم بتاعك. طب العادات دي عشان تغيرها لازم الاول تفهمها، يعني ايه عاده وازاي العاده دي بتتكون وايه هي انواع العادات وايه هي الطريقه اللي تخليني اعرف هل العاده دي محتاجه تتغير ولا لا، وازاي اقدر اتحكم في العادات بتاعتي وابعد عن السيء منها واكمل في العادات الايجابيه. كل دي اسئله بيجاوب عليها الكتاب الاول، واللي انا عارف انك اكيد توقعته صح، وهو كتاب العادات الذريه او اتوميك هابتس للكاتب جيمس كلير. ده اول كتاب انصحك انك تقراه في السنه الجديده. الكتاب صدر عام 2018 وفيه استراتيجيات كتير عشان تقدر تتحكم في العادات بتاعتك وتبعد عن العادات السلبيه وتعزز العادات الايجابيه. لو انت قرات الكتاب اوريدي فانا انصحك انك تقراه تاني، لان معدل تحصيلك للافاده تاني مره بتكون اعلى بكتير من اول مره. الكتاب التاني هو من ترشيحات الناس من الاسك اللي نزل على الانستجرام وترشح من اكتر من حد، ولكن للامانه انا لسه ما قراتش الكتاب ده، لكن هو من ضمن الليست بتاعه الكتب اللي انا هقراها في 2025 ان شاء الله. وعشان اوضح لك الكتاب بيتكلم عن ايه، انا عايزك تسال نفسك سؤال: في اي شيء تكمن السعاده؟ يعني هل السعاده تكمن في الفلوس ولا الاصدقاء ولا السفر ولا المناظر الفخمه والعربيات الجميله والفلوس الكتير ولا الصحه ولا الشكل ولا الشخصيه ولا ايه بالظبط؟ يعني ايه الحاجه اللي لو بقت عندك انت هتكون سعيد ومبسوط؟ هتقول لي كل ده صح. طب ايه الحاجه اللي مش موجوده منهم هتحس بالتعاسه؟ لو فكرت هتلاقي ان كلهم تقريبا لو موجودين هتحس بالسعاده، ولو حاجه واحده بس منهم نقصت هتحس بالتعاسه. طب ايه رايك بقى لو انا قلت لك ان كل اللي انا قلت لك عليه ده ملوش اي علاقه بالسعاده اصلا؟ ايوه، وان اللي بيخليك سعيد او حزين حاجه تانية خالص. هو ده اللي بيوضحه كتاب طارق العمري خليك سعيد. بيعرض فيه 15 مفتاح للسعاده الحقيقيه، السعاده اللي بجد انت محتاجها وانا محتاجها وكلنا تقريبا بندور عليها كل يوم. وبتحاول تجيب فلوس بحثا عن السعاده، وبتحاول تجدد العربيه بحثا عن السعاده، وبتحاول تشتري شقه اوسع، وبتحاول تقضي وقت جميل. كل ده او اي حاجه من الحاجات دي انت بتعملها بتبحث بيها عن السعاده. فالسعاده ممكن تكون موجوده وتقدر تاخدها من حاجه تانية غير الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، والكتاب بيوضح النقطه دي. فخلينا انا وانت نقرا الكتاب ده في 2025 لاننا محتاجينه في ظل الظروف الصعبه اللي كلنا بنعيشها دي، من احداث تعيسه بتاثر فينا ومن مشاكل اقتصاديه ومشاكل نفسيه وصعوبه الحياه وكل الكلام ده. ملحوظه، انا مش عارف الكتاب نزل مصر ولا لا، ولو موجود فهو في انهي مكتبه برضو دي انا مش عارفها، ولكن اعتقد انك ان شاء الله هتلاقيه في معرض الكتاب 2025. الكتاب الثالث هو كتاب بشكل ما هيخليك قادر تواجه الظروف الصعبه، لان باستمرار الحاجات السلبيه الكتير اللي موجوده حواليك بتكون دايما متاثر وحاسس ان كل حاجه حواليك وحشه وكل حاجه حواليك سلبيه ومفيش اي حاجه في يوم من الايام هتتعدل. كل يوم تقريبا بنسمع عن بلادنا العربيه في ناس فيها بتفقد حياتهم واخبار سلبيه كتير في كل الدول العربيه تقريبا، والناس بقت تتعرض لظلم وقهر كبير جدا، غير ان ظروف البلاد العربيه اصلا الفتره دي مش حلوه خالص. كل ده بيولد عندك تفكير سلبي كبير. فلو كلنا استسلمنا للوضع ده
وقابلنا بالامر الواقع فالحياه هتقف. فاحنا كدول عربيه محتاجين ننهض تاني، ومحتاجين نواجه المشاكل والصراعات والحروب والحاجات السلبيه الكتير دي، وبالتالي احنا محتاجين حاجه تساعدنا عشان نقدر نعمل كده. فالكتاب الثالث هيساعدك بشكل كبير انك ترجع تاني الطاقه الايجابيه اللي هتساعدك بشكل كبير انك تنهض من اول وجديد. وهو الكاتب من اكبر الكتاب في امريكا، كتاب نورمان فينست قوه التفكير الايجابي. هيتكلم معاك عن الثقه بالنفس وازاي ترجعها، وازاي ترجع سلامه عقلك، لان العقل السليم هو اللي بيولد القوه، وغيرهم من النصايح اللي هتخليك تقوم تاني وتخليك تواجه الحياه ولكن بطاقه ايجابيه. الكتاب برضو من ضمن لستة الكتب اللي انا هقراها في 2025 ان شاء الله. الكتاب الرابع هو افضل مثال عن الاستفاده من السيره الذاتيه. الكتاب بيتكلم عن صاحبه اللي كان عايش طفوله مأساويه وكانت مليئه بالعنف الاسري والفقر والاضطهاد المجتمعي ومراهقه من الفشل الدراسي والانحراف والاكتئاب والسمنه. تقريبا ما كانش فيه في حياته اي حاجه عدله، واللي بعد فتره من الزمن اتحول لايقونه الجيش الامريكي ورياضي عالمي بارز، وهو المؤلف ديفيد جوجنز في كتاب لا يمكن إيذائي. الكتاب بيوضح قاعده ال 40% اللي هو استخدمها عشان يحول الفشل والتعب والخذلان اللي هو كان فيه لنجاح كبير وتاثير ضخم في المجتمع، واللي كانت القاعده دي هي كلمه السر ومفتاح التحول في حياته، وهتطلع منه بمعلومات كبيره جدا من الدروس المستفاده من الكتاب. فهو من ضمن الكتب اللي انا ارشح لك انها تكون موجوده في الليست بتاعتك في 2025. الكتاب الخامس للسنه الجديده هو من ضمن الكتب اللي اترشحت من الناس، وهو كتاب بيتحدث حوالين قضايا النفس البشريه وسبل تزكيه النفس واصلاحها. وبيركز الكتاب على ان كل مرض او داء ليه علاج، وفي بعض انواع العلاجات مش تقليديه، اللي هو مش لازم تروح لدكتور ويكتب لك روشته وتنزل تشتريها من الصيدليه. في انواع علاجات بتكون مختلفه تماما عن النوع ده، زي الدعاء هو نوع من انواع العلاج، وعن ان الجهل ده وشفاؤه السؤال، وان القرآن كله شفاء وكله معاني وكلمات قادره بامر الله انها تخلصك من اي داء انت بتمر بيه. هو كتاب الداء والدواء لابن القيم. الكتاب انا ما قراتوش ولكن هو من ضمن برضو الليست اللي انا هقراها ان شاء الله في 2025. الكتاب السادس يا صديقي الفهيم هو من ضمن لستة الكتب اللي انا بحبها، واللي بتتكلم عن ازاي تجيب فلوس. مش لازم ازاي تكون غني جدا، لكن ازاي تجيب فلوس ايا كان الفلوس دي كتير او قليله، لان مش بس الوظيفه هي اللي تقدر من خلالها تدخل فلوس، وبالتالي في ثقافه ماليه لازم تتثقفها عشان تقدر تعرف الطرق اللي بتجيب بيها فلوس، وتقدر تستغل الافكار وتستغل المواقف اللي هتقربك للطرق اللي تجيب بيها فلوس. فلما تظهر قدامك المواقف لازم تكون مستعد لها، وانت هتستعد عن طريق انك تتثقف ماليا. الكاتب قعد مع 500 واحد من الاثرياء ومن المتميزين في مجالهم، وخد منهم عصاره تجربتهم ومعلوماتهم عن النجاح، وحطها لك في كتاب واحد فقط بيساعدك بشكل كبير جدا عن التفكير الايجابي اللي هيحول حياتك الماليه 180 درجه للاحسن. هو كتاب للكاتب نابليون هيل، فكر وازداد ثراء. لازم يكون من ضمن الكتب المرشحه للسنه الجديده، والكتاب ده هتلاقيه في لستة اي حد بينصح الناس بكتب، يعني لازم تلاقيه عدى على اي حد ناجح. فانا بنصحك انك تقرا الكتاب في السنه الجديده. الكتاب السابع والاخير حصل على ضجه كبيره الفتره اللي فاتت من بعد ما باشمهندس احمد ابو زيد طلع اتكلم عنه وقال انه من اسوأ الكتب لانه خسره مبلغ مالي كبير، مش عارف مليون جنيه او اكتر، حاجه زي كده. وكان مشارك معاه في الفيديو مجموعه من الناس المؤثرين واللي انا بحبهم جدا، وكان كلهم عندهم نفس الاراء عن الكتاب، انه كتاب مش كويس ومش كل اللي اتقال فيه صح وكل الكلام ده. الكتاب هو للكاتب روبرت كيوساكي، وهو كتاب الاب الغني والاب الفقير. طب خلينا اتكلم معاك بكل صراحه. في البدايه الكتاب ده هو اكتر كتاب اثر فيا بالايجاب، واكتر كتاب غير نظرتي وتفكيري ناحيه الفلوس، وتقريبا هو اول كتاب انا قراته عشان عقليتي تتبدل من الاسوأ للاحسن. الكتاب اثر فيا جدا واتعلمت منه كتير جدا جدا، والكتاب ما كانش موجه بشكل كلي للحاله اللي خسرت باشمهندس احمد ابو زيد المبلغ الكبير ده. هو خسره عشان الاقتصاد بتاعنا مش كويس، وان الفتره الاخيره العمله بتاعتنا وقعت بشكل كبير. لكن كتاب الاب الغني والاب الفقير هو مش كتاب استثماري ولا كتاب بيقدم نصايح استثماريه. الكتاب بيخاطب العقل مش الفعل، بمعنى انك مش هتلاقي في الكتاب مثلا CTA او كول تو اكشن انك تروح تستثمر في الحاجه الفلانيه، او بيديك نصيحه استثماريه انك تحط فلوسك في السهم الفلاني، او انك تشتري العقار الفلاني، او انك تشتري اي بيت عموما وتسيبه 5 سنين وبعد 5 سنين تبيعه وهتكسب خمس اضعاف او 5x او 6x او ايا كان. الكتاب بكل بساطه بيوجهك وبيعرفك انه في مصادر دخل تانية غير مصدر دخل الوظيفه، وغير انك تشتغل عند الناس او تشتغل عشان الفلوس، وان في حاجه اسمها ان الفلوس بتشتغل عشانك. ولكن بالمنطق والطبيعي انك عشان تستثمر اي نوع استثمار لازم تكون عارف اقتصاد البلد اللي انت هتستثمر فيها وايه نوع الاستثمار وكل الكلام ده. غير انك لو قريت الكتاب التاني برضه لروبرت كيوساكي واللي هو النموذج الرباعي للتدفقات النقديه، هتلاقي ان الكاتب بيوجه الناس انها تعمل علاقات مع مجموعه من
الناس المعينين، وكان من ضمن الناس دي هو الخبير الاستثماري. يعني نفس الكاتب بيقول لك قبل ما تستثمر فلوسك لازم يكون عندك خبير استثماري عشان هو اللي يقدر يوفر لك افضل مصدر استثماري تحط فيه فلوسك. ففكره انك تاخد قرار استثماري غلط من نفسك وتخسر فيه وترجع تلوم شخص او كتاب او اي حاجه من الحاجات دي مش حاجه صح. رجع باشمهندس احمد قال انك تقرا الكتاب لكن تاخد منه الحاجات اللي ينفع تاخدها بس او ينفع تستفاد بيها. كانوا متفقين ان اي كتاب في الدنيا فيه كلام متناقض ما عدا القران الكريم فقط لا غير، وبيكون في اي كتاب في الدنيا كلام مش هينفع يمشي مع كل الناس، وبالتالي دي حاجه منطقيه انك لما تيجي تقرا كتاب تاخد منه الحاجات اللي ينفع تطبقها على نفسك، لان بيكون في كل كتاب بعض الحاجات اللي مش ينفع تتماشى معاك ولا مع معتقداتك ولا مع الاقتصاد بتاع البلد بتاعتك. يمكن دي اول حاجه اختلف فيها مع باشمهندس احمد ابو زيد، ولكن انا عندي قناعه تامه ان مفيش حاجه اسمها الصح المطلق. ممكن اكون انا صح من وجهه نظري وهو صح من وجهه نظره، ولكن مفيش حاجه اسمها الاصح او الصح المطلق. الموضوع كله بيكون نسبي، وبالتالي الموضوع كله راجع ليك انت. فانت ممكن تقرا الكتاب وتحكم عليه، وهو الكتاب السابع في الليست بتاعت النهارده. اتمنى اكون ضفت لك حاجه في الحلقه بتاعت النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.